بداية كاسحة من أبناء بابلو وبلا يا بارسا. لك هلا تعال شوف شلون ساعدك. بوسكيتس حط الكرة ميسي. طريق بيدرو. حبيبي كنت ما طولتوا والله العظيم. اكبر على فول. بوريزي. لك بابا صوتكم فضحتونا يا معودين. لك شمال وانتم ما لعبتوا والله مش اجمل. يا اخي ليش تكفر؟ دروح الدلاغ. يعني انت على اساس ضايج على مود الطابه؟ سمع انت، تدري بروحك ايش تسوي؟ لعن ربك ذا عارف ما طابه؟ ويعني تكفر؟ يا اخي حالة عصبية. شنو حالة عصبية؟ انت تسب الذات الالهية، تدري شو يصير من تسوي هيك؟ الملائكة اللي شايلين العرش يقومون يرجفون من غضب رب العالمين، يهتز عرش الرحمن، والملائكة اللي شايلين العرش يبدون يلعنون بيك. يا بدروح يا حالة عصبية، بابا الله غفور رحيم. انت من عندك رب غفور رحيم، غير تشكر على نعمته عليك، خلقك من عدم، وانطاك الصحة والعقل، وخلاك تقيس الامور بعقلك وتعرف الصح من الخطأ، تقول لي حالة عصبية؟ يعني هاي بدال ما تشكره؟ لك انت ما طابع. استغفر الله يا ربي، ادري صار ساعة ايش بدي نحكي؟ يعني ترى ما حاسبه كفر، هي طوبة هم عندها رب؟ يا اخي شنو مو كفر؟ يعني تاخذ شيء نفسك لو شنو؟ الله تعالى ربي وربك ورب الطوبة ورب المدرسة ورب السيارة ورب السماوات والارض، يعني انت ما قاري قول رب العالمين رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، انت من تجي تحكي الحكاية وما تدير الهبال، تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ رب كلمة لا يلقي لها الرجل بالا تهوي به في النار 70 خريفا، يعني تشاقب كلمات ما تدير الهبال تذبك بجهنم 70 سنة، وعقاب اللي يكفر تعرف شنو؟ الملائكة يسحبوه يوم القيامة على وجهه بالنار. خلي اقول لك معلومة يمكن ما تعرفها، تدري الشيطان الله يلعنه، الشيطان بحاله، ما ذكر انه سب الذات الالهية؟ تخيل حتى الشيطان من اصر على استكباره وعناده، يقول الرب العالمين بالقرآن قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين، تخيل الشيطان يحلف بعزة رب العالمين، وهو الشيطان، وانت اللي كرمك وخلى الملائكة تسجد لك سجود تكريم، تجي تكفر به بكل بساطة؟ زين اني لساني ماخذ وخاف اليوم هم تجيني حالة عصبية وما سيطر على نفسي. اي اسهل منها ماكو، اذا ما تقدر الا تسب، عود نفسك يا اخي وتسب الشيطان مثلا، وشوي شوي راح تشوف نفسك اصلا ما تقدر تكفر بعد. بالله عليك راجع نفسك، ترى الخطأ اللي تسويه والله مو سهل، وصحيح الله تعالى غفور رحيم، لكنه شديد العقاب اذا عاقب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بالنهاية أنا أشكرك لأنك شاهدت الفيديو، وأتمنى تكون استفادت من عنده، وآسف إذا جاوزت عليك بشيء. السلام عليكم.